استقبلني في المستشفى استقبال فندقي. تجربتي مع دكتور احمد المصري بعد عمليه التكميم، انا عامله ساسي اللي هي قص معده وفي نفس الوقت تحويل مسار. انا كنت طبعا متابعه دكتور احمد المصري قبل ما اعمل العمليه بحوالي 4 سنين، لاني كان في ناس اعرفها عامله معاه العمليه وكانوا بيشكروا جدا في العمليه والرعايه ما بعد العمليه، ودي اهم من العمليه نفسها. بعد مسلسل جعفر العمده جايه مي كساب بقى وخست ومش عارفه ايه، كانت طالعه في برنامج وقالت ان هي عامله مع دكتور احمد المصري، وده طمني اكتر وحفزني. وبعدها على طول كانت شيماء سيف، وده برضو بقى مش قادره اقول لكم، خلاص بقيت واخده الموضوع تحدي لو انا لازم اعمل فعلا مع دكتور احمد المصري. بمعنى ان انا الحمد لله رب العالمين عملت العمليه في مستشفى في مدينه نصر. المستشفى تحفه، العياده خطيره ما شاء الله، الدكتور بقى يعني مش قادره اوصف بجد. انا تعبت وجات لي نزله معويه شديده جدا جدا بعد العمليه، تقريبا شربت شوربه ما كانتش غليت كويس، تعبانه جدا. كلمت الدكتور مشكور استقبلني في المستشفى استقبال فندقي. قسما بالله العظيم انه فضلوا يعني اقول لكم الممرضين كانت تدخلني التويليت وترجعني وتلف لي الطرحه. قادره اوصف لكم بجد التعامل، كل شويه دكتور يجي يبص عليا، ممرض يجي يبص عليا. طبعا العمليه بيكون في متابعه تغذيه، الجروب بيكون فيه متابعه دكاتره تغذيه، دكاتره جلديه ودكاتره جراحه ودكاتره طوارئ. بمعنى ايه؟ ان انا في اي وقت حصل اي حاجه بكلمهم، الو يا دكتور انا حاسه دلوقتي ان انا مثلا عندي كذا كذا كذا، طيب عندك كذا كذا من قد ايه؟ طب انت مش عامله كويس، بتاخدي مش عارفه ايه، بتاخدي ايه؟ فيبتدوا ان هم يستفسروا عن كل حاجه. طيب انت دلوقتي المفروض هتاخدي كذا كذا كذا.